يخرج وسام ومش عاوزين مصطفى، والحل في انك تفضي مكان اجنبي. وعندي المهاجم كواليتي يليق بالمرحله، مرعب حرفيا امام المرمى، هو ده اللي يتقال عليه مهاجم الاهلي اللي يقدر يعوض رحيل وسام. رحلتنا النهارده للسويد، وشهم حلو علينا بعد وسام، وتحديدا لنادي جيز صاحب المركز السادس في الدوري. ونروح لهداف الفريق وهداف الدوري حاليا ب 12 هدف، ابراهيم دياباتي، اللاعب اللي عنده 25 سنه حاليا، مهاجم ايفواري طوله متر 85 سم، وقيمته التسويقيه مليون يورو. ابراهيم بدأ مع اسك موموزا الايفواري، ومنه لتجربه احتراف في اسبانيا مع ريال مايوركا، لعب مع الفريق الثاني فتره وبعدها انتقل لاشبيليا اتلتيك، ومنه لاتلتيكو مدريد. لفه حلوه يعني في مراحل الشباب، والجميل هنا انه دايما بينتقل لفرق لها اسمها في اسبانيا، وده ان دل على شيء يدل على موهبته الممتازه. وقدم مستويات هايله، واخر موسم مع مايوركا بيه شارك في 30 مباراه، ورغم انه سجل 4 اهداف فقط ولكنه كان مبشر بشكل كبير. في موسم 22 23 انتقل لنادي فاستراس السويدي اللي كان بيلعب في دوري السوبر ايتان وقتها، اللي هو دوري الدرجه الثانيه. بدأ بمعدل دقائق مش كبير، وشارك في 16 مباراه فقط بما يعادل تقريبا 8 مباريات فعليه، سجل 3 وصنع هدف وقتها، وقدر يساهم مع الفريق للصعود للدوري الممتاز. ورغم انه اخذ عدد مباريات اكبر، ولكن عدد الدقائق كان تقريبا متقارب جدا، يعني شارك في 25 مباراة بما يعادل تقريبا 12 مباراة فعلية، وسجل 4 أهداف. ومع نهاية الموسم الفريق نزل مرة تانية، بس دياباتي كمل في الممتاز الموسم الحالي، وانتقل وقتها لنادي جيس في صفقة انتقال حر، وهنا أخذ الفرصة وقدم مستويات كبيرة جدا في الدوري حتى الآن، مساهمات وتأثير، تنوع في التهديف، وحاجة سوبر. لعب الموسم الحالي 15 مباراة وقدر يسجل 12 هدف وصنع 3، وهو هداف الدوري حتى الآن بفارق 4 أهداف كاملة عن المركز الثاني والثالث. والجميل هنا إن اللاعب سجل في 9 مباريات من أصل 15 مباراة في الدوري حتى الآن، سجل هدف وسجل 2 وسجل هاتريك. ولحد آخر مباراة امبارح أمام هاماربي قدر يسجل هدفين وصنع هدف في المباراة اللي انتهت 3-2، يعني هو اللي جاب المكسب لفريقه. تأثير كبير جدا في الملعب، قادر يكون الظاهر في جميع المباريات. لاعب في بداية الدوري كان بياخد من 5 دقايق ل 30 ل 76 ل 60، دي المباريات اللي كان بيشارك فيها. قدر ياخد عدد دقايق بشكل تدريجي لحد ما وصل انه يكون بيشارك بشكل اساسي. وفي كل المباريات اللي شارك فيها بشكل اساسي او لمدة 90 دقيقة قدر يسجل فيها اهداف، باستثناء مباراة وحيدة فقط وانتهت بالتعادل السلبي. ولكن بشكل عام اللاعب تأثيره واضح جدا في الملعب. ابراهيم عادو هينتهي 2028 وقيمته التسويقيه مليون يورو، فريقه بشكل عام قيمته 11 مليون يورو فقط، وهو تاني اغلى لاعب في الفريق. فريق كل اللعيبه اللي خرجت منه الموسم اللي فات كانت فري ترانسفير تقريبا، واغلى لاعب انضم ليهم كان ب 60,000 يورو، يعني هو فريق القوى الماليه بتاعته مش كبيره. لو اتعرض عليه مليون يورو في اللاعب ده اعتقد انه هيسيب اللاعب، والموضوع مش هيكون فيه خلافات كبيره، يعني خصوصا ان ضم اللاعب ده بشكل مجاني، ومع بدايه الموسم الحالي كانت قيمته 175,000 يورو فقط، يعني مكسب كبير جدا للنادي لو اتعرض عليه مليون يورو. ليه بقى انا بشوف ان اللاعب ده افضل بديل لوسام ابو علي اذا رحل؟ مبدئيا كده كواليتي من بدايه مسيرته حتى الان لعب في انديه كبيره، ولما اخذ الفرصه قدر يتالق ويقدم مساهمات هايله جدا. مهاجم متحرك بشكل ممتاز خارج منطقه الجزاء، يمتلك سرعات كبيره، تحركاته هايله ما بين الخطوط، عنده استغلال هايل للمساحات، مسدد ممتاز على المرمى ورجله قويه، هجام وداخل منطقه الجزاء عنده القوه والالتحام والارتقاء، وممتاز في لعب الضربات الرأسية. كمان هو لاعب تمركزاته جيدة جدا داخل الصندوق، ويمكن الأهداف اللي بيسجلها بتحسها سهلة، بس لا، هو التحرك اللي عمله والتمركز اللي وصل له بيخليه في مكان سوبر إنه يسجل هدف. الحقيقة إنه مهاجم قوي ممتاز، ولسه 25 سنة، يعني قدامه كتير يقدمه، وهي ورقة بقدمها وأكيد هتكون في الحسابات إذا احتاجنا مهاجم سواء في الميركاتو ده أو اللي بعده. وأنا أتوقع إنه مش هيكمل مع الفريق ده كتير، وهيكون موجود في مكان أكبر كمان فترة قصيرة. علشان كده لازم لو وسام خرج نحل مشكلة الأجانب، واللاعب ده ينضم فورا للنادي الأهلي، لأنه مكسب كبير على المستوى الفني وكمان على المستوى التسويقي بعد موسم أو 2 أو 3 من دلوقتي. فأنا بشوف إنه لاعب جيد، لاعب صغير في السن مش كبير، 25 سنة، قدامه كتير يقدمه، لايق على طريقة لعب النادي الأهلي وهيكون مفيد جدا. أنا مش عارف أنت شايف إيه، قول لي في الكومنتات تحت. هل اللاعب ده لو انضم للأهلي هيقدر يقدم إضافة ولا أنت شايف إيه؟ وهل هيقدر يعوض رحيل وسام أبو علي ولا لأ؟ هستنى الكومنت بتاعك لأنه يهمنا جدا. وأخيرا أتمنى توحد الله وصلي على النبي، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسمها طوفان أهلاوي أو اللي اسمها سكاوت أي كيو. بنتكلم كتير جدا في الكورة هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. الحلقة اللي جاية عن
لاعب خط وسط مغربي تحت السن، حرفيا سوبر. لو انضم للنادي الاهلي هيقدم اضافه عظيمه، امكانيات فرديه ممتازه جدا، مسدد هايل على المرمى، بصير مزعج في الملعب، حاجه مختلفه. علشان كده اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات اللي جايه. نتقابل بخير، سلام.